السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير واحسن حال. بصوا الجمال يا بنات، بصوا حاجة كده يعني فاخر من الاخر، حاجة جميلة جدا جدا ما شاء الله. عاملين العيش التوست في البيت كده بطريقة سهلة وبسيطة جدا جدا، هتعجبك في البيت. وعاملينه معلين القيمة الغذائية فيه عشان الاولاد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اهله وصحبه وسلم. هش كده وقطن كده وجميل جدا جدا. وسر الهشاشان بتاعه هقول لك ايه، وسر البياض بتاعه كده والارتفاع بتاعه ده كده حاجه كده يعني زي العسل، حاجه كده قمر قمر ما شاء الله. بصي يا بنات القلب معمول ازاي، جميل جدا، هش مرتفع كده. بصوا الشكل، الطعم حكايه. حتى اللي حاطينه في القالب اللي هو بتاع اللبن ده طالع برضو بالجمال ده. هنسمي الله وهنصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام. وهقول لكم المكونات بتاعتنا. انا معايا كوباية من الرايب، ممكن تستبدليها بلبن، حليب، ممكن تستبدليها بمية زي ما تحبي. بس انا اللي موجود عندي كوباية لبن رايب، لان كان عندي اللبن ولقيته راب معايا كده في العلبه اللي انا عملت فيها العيش التوست. يعني انا مش قصدي ان انا اجيب اللبن الرايب اعجن بيه. ضفت على كوبايه اللبن الرايب معلقه من الخميره، هدوس هحط 4 معالق من السكر، معلقه صغيره يعني مش حراميه، زي ما انتم كنتوا شايفين معلقه صغيره 4 معالق. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. وربع معلقه من الملح او رشه ملح زي ما كنتوا شايفين. وهنقلب المكونات دي كلها كده على بعضيها. انا عارفه الخميره بتاعتي شغاله وجميله، لو انت مش عارفاها اختبريها. بعد كده احط معلقتين من الزيت يا بنات، برضه هقلبهم كده. المكونات دي كلها هنقلبها كده على بعضيها كده زي ما انتوا كده شايفين. بعد ما نقلبهم تقليبه حلوه كده يا بنات، هننزل بالدقيق. ده الكداد دقيق، دول 3 كوبايات ونص من الدقيق. ده الكام 3 كوبايات ونص من الدقيق، ما يعادل 500 جرام من الدقيق اللي هو نص كيلو يا بنات. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. دي نص معلقه من البيكنج باودر، وهضيف عليها كمان حاجه تاني، هو ده سر بياض العجينه وهشاشتها، عصره من الليمون. يعني تجيبي ليمونه كده حلوه تحصريها، ما تنزليش البذور بتاعتها ولا التفل بتاعها، وتنزلي على البيكنج باودر بعصير الليمون كده، يعمل لك كده هشاشه للعجينه، ويعمل يخلي العجينه تبقى بيضه وحلوه زي المحسن بتاع المعجنات اللي بيجيبوه. بعد كده يا بنات هحوش كده المضرب كده اللي معايا ده كده، وهعجن بايدي. وفي كمان اضافه تاني ضفتها بس هي ما طلعتش معانا في الفيديو. حطيت بيضه بلدي كده، يعني مش كبير، حجمها صغير، بيضه بلدي حطيتها على العجينه. يعني حطينا لبن راي، حطينا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد 4 معالق من السكر، حطينا معلقه من الخميره، حطينا معلقتين من الزيت، حطينا بيضه، حطينا عصره ليمون، حطينا بيكنج باودر. وهكمل باقي العجين بالميه يا بنات زي ما انتم كده شايفين. هضيف معلقه معلقه لحد ما يوصل معاي القوام اللي انتوا هتشوفوه في الاخر والنعومه بتاعت العجينه. بس لو وصلنا لحد هنا كده يا بنات في الفيديو، ما تنسوناش بلايك واشتراك في القناه. وانا اسفه على الازعاج، لان عندنا زي ما بقول لكم بيتنا على الشارع، فالدوشه فيه ليل ونهار كده يعني. هنحط كمان معلقه من الزبده كده صغيره خالص، اقل من 50 جرام كمان. هعجن فيها كده زي ما انتم شايفين. العجينه تقطع معاكي، تفرول معاكي، ما تضيفيلهاش اي حاجه. افضلي اعجني فيها ولمي فيها لحد العجينه ايه ما تلمي معاكي خالص كده. اللهم بارك. بصي يا بنات هنعجن فيها كده، هتلم كلها كده اهواتي. هي هتفرول معاي شويه وتقطع معاي شويه، بس لا هضيف لها ميه ولا هضيف لها دقيق ولا هضيف لها اي حاجه. هلمها بمعلقه الزبده دي كده، هتبقى معايا كده حيه كده مرنه كده وعامله زي الزبده ما شاء الله يعني. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اهله واصحابه وسلم. لو وصلنا لحد هنا كده يا بنات في الفيديو، ما تنسوناش بلايك اشتراك. لو مشتركين عندي في القناه، يديمكم نعمه في حياتنا كده يا رب، تدوسولي لايك عشان الفيديو اليوتيوب يقترحه. ولو مش مشتركه يا ريت تنورينا وتكترينا، كلنا الشرف كده انك انت تشتركي معانا في القناه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. واللي عرف يا بنات يشير الفيديو
ربنا يجازيكم خير، تشيروا لي الفيديو عشان ينتشر. هنلم زي ما انتوا كده شايفين كده العجينه كده، هو كده اهو لمناها كده اهو بالزبده، ولا حطيت لها ولا ضفت لها دقيق ولا ضفت لها ميه ولا اي حاجه. يعني قعدت اعجن فيها زي ما انتوا شايفين كده، خدت النعومه دي كده يا بنات، وبقت بالشكل الجميل ده كده اهو. شايفين العجينه لا طريه ولا يابسه، شايفين وايدي كده خلصت من العجينه زي الفل كده. هنحط بقى نقطتين من الزيت كده في الطبق اللي احنا عجننا فيه او البوله اللي عجننا فيها كده، وننزل بالعجينه ونسيبها لحد ايه ما تخمر اه. اللهم بارك يعني. بصوا شايفين يا بنات العجينه دي كده اللي هم 3 كوبايات ونص من الدقيق هيعملوا لنا كميه من العيش التوست، حاجه ما شاء الله. شايف انت بتجيبي الكيس بكام وبتجيبيه بيبقى بايت وليه كذا يوم. شايف انت بقى هتعملي عندك في البيت كده حاجه كده طازه كده وما شاء الله يعني. ولو حطيتيه في الفريزر هتطلعيه زي ما تكوني ايه لسه عاملاه دلوقتي على طول. بصي يا بنات العجينه اختمرت معانا ازاي. هرش رشه من الدقيق كده خفيفه. اللهم بارك، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. رشه كده خفيفه وننزل بالعجينه زي ما انتم كنتوا شايفين اهو. شايفين يا بنات اهو العجينه ما شاء الله ما شاء الله كده تحفه تحفه. هنعملها كده جزئين، جزء كبير شويه للقالب الكبير وجزء صغير للقالب الصغير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هغطيها كمان كده تاني اهو، مش هنسيبها كده، نغطيها بالكيس كده تاني لحد ايه ما نخلص الاولاني ده كده. شايفين يا بنات جميله ازاي ما شاء الله اهي. شايفين حاجه تحفه تحفه التحفه كمان اهي. العجينه شايفين مرنه ما بتلزقش. تفرديها بايدك، تفرديها بمردنه، تفرديها بنشابه زي ما تحبي. حاجه كده زي العسل كده، طريه وحلوه قوي ما شاء الله. بعد ما نفردها كده يا بنات، مش هنفردها نرقها، لا تبقى كده زي ما انتوا شايفين كده بالسم كده. هنحط لها بقى ايه مسحه من الزبده، مسحه من ايه من الزبده اهي كده زي ما انتوا كده شايفين. مسحه كده بسيطه من الزبده كده عشان تطلع معانا مورقه، ما هنضيفلهاش اي حاجه تاني اهو. مسحه من الزبده بس كده بسيطه. هنجيب الطرف ده كده على كده والطرف التاني كده اهو. هو انت بتعملي عيش توست يا ام مصطفى ولا هتعملي لنا فطير مطبق فطير مشلتت؟ لا هنعمل عيش توست بس هيطلع مورق كده، بيبقى حاجه جميله خالص. الطريقه دي يا بنات بتخلي العيش بيطلع مورق كده، وبيطلع مورق كده وزي العسل كده، بتبقى يعني هش كده قطن كده جميل جدا زي اللي بنشتريه من المحلات واحلى كمان. ما هو سر العيش التوست انك انت تعمليه كده. بعد كده يا بنات ركناها كده على جنب وغطيناها كده بالكيس. هنعمل التانية كده، هنرش رشه دقيق بسيطه برضو خالص زي ما انتوا كده شايفين اهي. وهنفرد التانية. اللهم بارك اهو زي ما انتوا كده شايفين مرنه جدا جدا ما شاء الله. هنفردها مع بعض التانية كده. الصراحه قطعوا كميه يعني انا مبسوطه بيهم جدا جدا. طعم حلو، شكل حلو، كميه حلوه ما شاء الله. فردنا كده وعملناها زي اختها كده، مسحناها مسحه من الزبده طبعا، وطبقناها زي ما انت كده شفت كده. وهنركنها كده لحد ما نفرد دي كده التانية الاولانيه دي كده اللي عملناها الجزء الاولاني. نرش رشه دقيق بسيطه خالص كده، وهنفرد بقى الاولانيه اللي احنا عملناها الاول كده اهو. شايفين يا بنات مرنه كده وحاجه يعني كده حاجه تحفه تحفه ما شاء الله. بس بالله عليكم لو وصلنا لحد هنا كده في الفيديو ما تنسوش اللايك وتدوسوا لايك يا بنات، وتكتبوا لي كده في الكومنتات شوف عجبكم العيش التوست ده ولا لا. بعد كده هنلفها رول كده زي ما انتم شايفين اهو. بشد كده بلف رول كده لحد الاخر كده. بعد كده ايه اقفل الرول كده، اقفله كده زي ما انتم كده شايفين اهو.
حاجة تحفة تحفة ما شاء الله. شوف بقى كده هنحطها في القالب، والحجم بتاعها هيتضاعف ويبقى ايه ما شاء الله. يرموا كمية، دول اللي باينين لك كده قليلين بيرموا كمية ايه ما شاء الله. اهو بصوا يا بنات هسويها كده. وطبعا دهنا القالب بالزبدة اهو زي ما انتوا كنتوا شايفين. لو ما عندكيش القالب ده هتشوفي العلبة اللي انا هعمل فيها هيطلع زي القالب واحلى كمان. اهو كده انا هحطه ده كده واغطيه كده بكيس وفوطة لحد ايه، فوطة خفيفة مش تقيلة قوي بكيس، وفوطة خفيفة كده عشان ايه ما يتهبطش الخمر بتاعها. اهو بصي يا بنات كده هنعينهم بقى على جنب كده لحد ايه ما يختمروا كده، حجمهم يتضاعف في القالب، يبقى مليين القالب يتضاعف كده مرتين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. هنفرد التاني كده والرول لها رول ونحطها في العلبة اللي هتشوفوها دلوقتي معاي. بعد ما العلبة دي كده يا بنات دهنتها زبدة، والحتة دي انا تانية عاملاها بحتة بلاستر وحايشة الغطا بتاعها كده. حاجة جميلة خالص ما شاء الله. لو حابين تعرفوا انا عاملاها ازاي اكتبوا لي في الكومنتات وانا اعملها لكم. علبة عصير او علبة لبن اعملها زي ما انا عملتها كده واوريكم فتحتها ازاي. دهنتها بالزبده، لو مش هتتناها زبده تناها سمنه وحط لها رشه دقيق زي الكيكه كده، او دهن الزيت حط لها رشه دقيق زي ما تكون هتعملي الكيكه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. هالرولة التانية دي كده انتوا شايفين اهو كده اهو ما شاء الله. حاجه حلوه خالص كده. طول ما انت بتعملي في الحاجه اذكري ربنا سبحانه وتعالى وقولي ما شاء الله اللهم صل على النبي اللهم بارك، ربنا يبارك في الحاجه يعني. اهو بص يا بنات عملتها رول وحطيتها في العلبه كده. هتعمل العلبه كده تضاعف حجمها مرتين كده. بص يا بنات حجمهم اتضاعف ازاي ما شاء الله. لازم تسيبها تختمر حجمها يتضاعف كده اهو. هنحش كده وهنحطها في الصينيه اللي معانا دي كده عشان لما نحطها في الفرن. وهنتن وشها باللبن. لو ما عندكيش لبن تحط لبن رايب ده برضو اللي انا عاجنه منه فبدهن منه اهو. لو ما عندكيش ضربي معلقتين ميه بمعلقه سكر كده وتهني وشها، او معلقه عسل اسود والدوبه وتحطيه، او صفار بيضه. بس انا فضلت اللبن يا بنات. بصوا طالعين بالشكل، بصوا طالعين جمال ازاي ما شاء الله. التسويه بتاعتهم حلوه حلوه ما شاء الله تحفه. بصوا يا بنات بصوا يا بنات هنفتح كده العلبه في منتهى السهوله. نقطعها كده زي ما كنتوا شايفين نفتحها كده. بصوا طالع فيها قلب التوست ازاي جميل جدا جدا ما شاء الله. بصوا مرتفع ازاي، هش ازاي، حاجه كده زي العسل، حاجه كده يعني جميله جدا جدا ما شاء الله. والله يفتحوا النفس ما شاء الله. حلوين جدا جدا جمال جدا جدا. انا هقطع منهم على طول وهوريكم، مش هخليهم يبيتوا. هو المفروض ان هم يبيتوا عشان تعرفي تقطعيهم، بس انا هقطعهم على طول. جمال جدا. بصي هشين 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 بطريقه يعني ما اقولكيش. بصي شوفي طراي جدا يعني. بصوا انا لو دوست عليهم بالسكينه كده ايه شايفين حاجه كده، حاجه عسل عسل جميله جدا جميل، حاجه مرضيه خالص يعني. لو عملتهم بالطريقه دي هتتبسطي كده من نفسك وهتلاقي نفسك مرضيه عنهم جدا. هشين طراي جدا ما شاء الله. وطعمهم حكايه والله، طعمهم حلو جدا احلى من بنجيبه من المحل بكتير بمراحل. كفايه ان الواحد عامله وعارف دي ايه معمول ايه وايه المكونات اللي محطوط فيه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. في عيش توست اللي هم الناس اللي عاملين الرجيم. بصوا يا بنات جميل جدا. بصوا الهشاشه شايفين، بصوا الهشاشه بتاعته، بصوا اللهم بارك. بصوا يا بنات شايفين الهشاشه بتاعته والتوريق بتاعه. بصوا شايفين حاجه كده زي، شايفين الهشاشه عامل زي القطن، شايفين حاجه. بصوا ما شاء الله. وريحتهم ما اقولكوش، ريحتهم حكايه كده حلوه قوي. دوسوا لايك، قلت لكم دوسوا لايك. ربنا يبارك في عمركم يا رب.
وينجح اللي في الثانويه العامه كلهم يا رب، ويجيبوا مجاميع عاليه، لكل نفسه يدخل كليه يدخلها يا رب. قولوا امين يا رب. ربنا يا رب ما يضيعش حد ابدا كده هباء. ربنا يا رب ينجحهم كلهم ويجازيهم كل خير ويفرح والديهم بيهم. اللهم امين يا رب العالمين. بص يا بنات، هو ده اللي في القالب، اللي هو القالب الورق اللي هو بتاع علبة اللبن. شايفين؟ ممكن علبة لبن، علبة عصير، جميل جدا جدا. بصوا هش كده وقطن وزي العسل كده. الله اكبر الله اعظم. انا بقى بسجلكم والمغرب بيأذن، بعد الاذان هرجع. رجعنا لكم كده بعد اذان المغرب، زي ما انتم كنتوا شايفين اهو يا بنات. بنقطع اللي كان في العلبة الكرتون اللي هي بتاعت الحليب اهو. بصوا طالع ازاي شكل العيش اللي بنشتريه من بره بالظبط كده اهو، والهشاشه والحلاوه كده بتاعته، حاجه جميله جدا جدا ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، حاجه مرضيه زي ما انتم كنتوا شايفين. بصوا قطع كميه قد ايه، يعني نص كيلو دقيق يعمل لك كميه، او 3 كوبايات ونص من الدقيق يعمل لك كميه من العيش التوست، حاجه كده زي العسل، طريه وهش. تكليب نوتيلا، تكليب جبنه رومي، تكليب جبنه كريمي، تكليب حته جبنه بيضه، تكليب اي حاجه، تكليب تشربي بشاي، لبن، قهوه، لان في قيمه غذائيه عاليه، فيه لبن رايب، فيه بيض، يعني بسم الله ما شاء الله يعني. وكفايه ان الواحد عامله في البيت، عارف ضامن الدقيق اللي عامله ناخله بايده كده وحاطط له المكونات اللي هو حاططها في البيت، حاجه نظيفه وزي العسل وكميه كبيره. الله اكبر. بصوا يا بنات انا بوريكم الهشاشه بتاعته لان جميل جدا. بصوا زي ما انتم كده شايفين كده، حاجه كده زي العسل كده، هش كده وقطني. انا مركزه على كلمه هش ليه؟ لان هو هش فعلا وجميل وقطنيه كده يعني، لان المعجنات نجاحها ان العجين بتاعك يبقى المخبوزات بتاعتك هشه وطريه وقطنيه كده وحلوه، ويبقى لونها كده فاتح ابيض. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اهله وصحبه وسلم. والله نوع الدقيق بتاعي اللي انا عامله بيه دقيق من عند العطار، دقيق اللي هو الدقيق السايب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. يعني لا دقيق معلب ولا دقيق برند ولا الكلام ده، لا، الدقيق اللي من عند العطار السائل السايب. وفي عيش توست زي ما قلت لكم اللي هو بتاع الناس اللي عامله الرجيم، بيتعمل بالطريقه اللي هو العيش الاسمر ده، او العيش التوست الاسمر ده اللي هو ما بتضيفلوش اي حاجه كده، بيبقى كامل الحبايه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه وسلم. في فرح معدي يا بنات، عقبال اولادكم كده يا رب تفرحوا بيهم يا رب. بصوا شايفين ما شاء الله ما شاء الله كده. حطوا كده في الكيس، اللي هي حابب ان هو يعمل كميه ويغلفها ويشيلها، يطلع منها الصبح يفطر منها، او بالليل ياكل منها زي ما بتحبوا يعني. بتحطيه في الفريزر وتطلع منه، يطلع بالكيس كده يعني، ممكن تحطه على قد الكميه اللي هتاكليها. بصوا يا بنات، رغم الاولاد سحبوا منهم وكلوا منهم وانا بقطع منهم، بس عملوا كميه حلوه بسم الله ما شاء الله عليها يعني. يا رب يعجبكم الفيديو، ولو عجبكم الفيديو لو مشتركه عندي في القناه يا ريت تدوسوا لي لايك وتشيروا لي الفيديو، ولو مش مشتركه عندي في القناه يا ريت تنوريني وتكتريني كده وتشتركي عندي في القناه وتدوسوا لي برده لايك، وتكتبي لي كومنت حلو كده منك زي العسل زيكي، وتشيري لي الفيديو. نكون الف شكر، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.